السلام عليكم أصدقائي. مباراة ريال مدريد ضد خصمه أرسنال، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح أرسنال في إياب دوري أبطال أوروبا، الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. والمباراة لعبت في ملعب سانتياغو برنابيو، حيث أن ريال مدريد خسر في ملعبه بهدفين مقابل هدف في مباراة حقيقة جنونية من طرف فريق أرسنال الذي قدم مباراة ولا أروع. عندما قلت لكم أن أرسنال هو الفريق المصغر من نسخة برشلونة العملاق في إسبانيا، هكذا كانوا يسمونه وما زال الآن يسمى بذلك الاسم، لأن فريق أرسنال إن فاز في ملعب لندن أو خسر في ملعب لندن سوف يلعب بالهجوم دوما في أي ملعب خارج ملعبه. هذا ما عودنا عليه أرسنال. لذلك في معظم الأحيان كان يخسر مباريات كان عليه التركيز ذهنيا والرجوع إلى الخلف في بعض الأحيان. لذلك تجد الفرق الصغيرة تفوز على أرسنال إنه يلعب دوما لعب هجومي لا دفاعي. لكن الآن أرسنال مع أرتيتا حقيقة تحسن كثيرا في ال5 سنوات التي مضاها أرتيتا مع أرسنال، وإن لم يحقق اللقب فإن أرتيتا كمدرب يعجبني. حقيقة أنا كمشجع فريق أرتيتا يعجبني. كيف يعجبني؟ أولا من تغيير تشكيلة الفريق من أحسن إلى أحسن، خروج بعض العناصر من عندما وصول أرتيتا، خروج عناصر ليست مهمة أبدا في فريق أرسنال ولا تنفع لأي شيء، أما حراسة المرمى، أما في الدفاع، أما في خط الوسط، أما في الهجوم. وأتى بعناصر صغيرة وشابة، أعطى الرغبة لها للفوز، أعطى الرغبة لها لكي تكون تحقق الألقاب إلى آخره. وفوق هذا لديها جودة جيدة في كل الخطوط، من حراسة المرمى إلى رمي الراية إلى الهجوم. واليوم شاهدنا المباراة وتفاصيل المباراة تبرهن أن أرتيتا يعمل عمل وشغل كبير في فريق أرسنال، رغم أنه لم يحصل لحد الآن على الدوري الإنجليزي. وأراهن على الدوري الإنجليزي الموسم القادم سيكون الدوري الإنجليزي لصالح فريق أرسنال. سوف أعود إليكم بهذا الفيديو إن شاء الله. أولا سوف أتكلم عن الشوط الأول، وهو شوط جيد من فريق أرسنال، قوي في كل الجوانب. حقيقة دفاع قبل أن تقول أن فريق أرسنال لديه دفاع جيد، قل أن دفاعه منظم جماعي وليس جيدا فقط، بل منظم جماعي، إما جماعي إما فرديا في كل شيء. اللاعبين الذين أبهراني في الشوط الأول هو تيمبر الذي حاصر فينيسيوس بحصار شديد، واللاعب صليبا الذي حاصر مبابي حصار شديد. ولا ننسى أيضا لويس كيلي من الجهة اليسرى، لم يدع رودريغو يفعل ما يريد. وأيضا كافيور في بعض الأحيان يضغط على مبابي مع صليبا. شيء شوط قدمه أرسنال أول ذهنيا فكريا تركيز عالي عالي جدا. يا جماعة أن تضيع ضربة جزاء في البرنابيو، حقيقة أن تضيع ضربة جزاء في البرنابيو ثم يهيج عليك هذا الفيضان والهيجان من جمهور ريال مدريد، ثم تكون بهذا التركيز وتحافظ على تركيز وتحافظ على هدوءك وأعصابك وكأنك لم تضيع ضربة جزاء، وأنك لم تكن لديك ضربة جزاء أصلا. حقيقة شيء جميل جدا لفريق ريال أرسنال في الشوط الأول. أما فريق ريال مدريد فكان يضغط ويحاول، وكانت له بعض الفرص وبعض الخطورة، ومع ذلك لم تكن خطورة بتلك القوة من ريال مدريد، لأن فريق أرسنال كان منظم الختام دفاعيا، أما خط دفاعيا أو جماعيا ككل الفريق كمجموعة. اللاعب ساكا في الشوط الأول لاعب رائع جدا. أما الشوط الثاني وهو شوط جميل أيضا، قدمه أرسنال بامتياز. استطاع أولا أن يسجل الهدف، وجيد في تسجيل الهدف هو اللاعب ساكا الذي أضاع الهدف الأول من ضربة جزاء. ورغم هدف ريال مدريد الذي سجله فينيسيوس الذي سوف أتكلم عليه بعد قليل، من خطأ من صليبة. عندما يكون خطأ فإن نعم فهذا خطأ يعتبر خطأ، وعلى صليبة الآن أن يراجع نفسه قليلا في بعض الأحيان في مثل هذه المنطقة. لا يجب عليك أن تلعب، لأن الحارس سوف يبتعد قليلا عليك لكي يعطيك الأريحية لكي تستطيع تعيد له الكرة أو تتقدم بها أو تعرف ماذا تفعل بها.
وإن لم تستطع مراوغة اللاعب مثل فينيسيوس السريع والذكي، فارجعها إلى الحارس. هذا ليس خطأ حارس مرمى، بل خطأ صليبي، لأن عندما أعطاها الحارس الكرة كان مرتاح. لكن عندما ثم أتى فينيسيوس ضغط عليه، ومع ذلك يبقى صليبة مركز ذهنيا رغم الخطأ. بقي أرسنال مركز ذهنيا ومركز فنيا ومركز دفاعيا، اسكو جماعيا أو فرديا. كل كل الفريق قدموا مباراة رائعة، من مارتينيلي، ساكا، ميكال ميرينيو إلى رايس، أوديغارد، توماس بارتي، تيمبرا من الجهة اليمين، صليبة، كافيورا اللاعب أيضا، لويس كيليا الصغير المبدع المبهر الجيد، الذي لعب مباراتين ولا أروع، والذي كنت أظنه سوف يستغله فريق رياض بالضغط عليه وخروجه بالبطاقة الصفراء والحمراء، ثم اللعب على المرتدات من الجهة اليسرى. إلا أنه قدم مباراة ذهنية ولا أروع في المباراتين. هذا الفتى يتقدم مباراة تلو مباراة في كل شيء. وأيضا لا ننسى صمام الأمام هو الحارس دافيد رايا، الحارس الرائع والقوي جدا إلى حد الآن. أرسنال قدم مباراة كلها من أحسن المباريات في دوري أبطال أوروبا بالذهاب والإياب. ولا ننسى الهدف الثاني من مارتينيلي، والتي تعد هجمة مرتدة جميلة من فريق أرسنال على ريال مدريد. حقيقة تدرس هذه الهجمات من أرسنال، تدرس جدا جدا. فريق أرسنال قدم مباراة ولا أروع. ريمونتادا يا جماعة الخير، حقيقة عندما تقول أن ريال مدريد سوف يقدم ريمونتادا، بماذا يقدم ريمونتادا؟ بمبابي الذي نفسيا وذهنيا خارج الملعب، بلينغهام الذي لا يوجد بتاتا، بلاعبين حقيقة ليسوا في الميدان، هم في الميدان لكن ذهنيا وتركيزا ليس في الميدان. يوجد لاعب وحيد فقط لديه روح الريمونتادا وما زال إلى حد الآن، هو فينيسيوس، والذي استطاع بفضل ريال مدريد، له الشكر كله في الذهاب والإياب لفينيسيوس، الذي أعطى وجه ماء للفريق بتسجيله الهدف الشرفي. عندما كان زمان ريمونتادا ريال مدريد كان يلعب كريستيانو رونالدو، توني كروس، كريم بنزيما، كانت رجال هناك تلعب. كانت هناك عندما تقول لكم سوف أعود سوف تعود، كلمة ووعد. الآن بماذا تعود؟ حقيقة لو كان رأس حربة حاليا اليوم، لو كان رأس حربة بنزيما وصانع ألعاب توني كروس، سوف يعود ريال مدريد. لا تناقشني، سوف يعود ريال مدريد. إما بغياب الثنائي هذا لا يوجد ريمونتادا، لأن فينيسيوس جونيور لا يستطيع أن يعود بالريمونتادا لوحده، لأنه متعود أن يعطيه أن يفتح الملعب، وهو يفتح الملعب وتوني كروس يعطيه الكرات، أو يلعب الثنائيات الصغيرة في عمق دفاع أرسنال، أو في عمق دفاع أي خصم وفي مناطقه، ويسجلون الهدف. الآن فينيسيوس مع من يلعب ثنائيات، ومن يعطيه الكرات القصيرة من خط من خلفه. من إما سيبايوس لا يوجد، بيلينغهام لا يعرف، بيلينغهام ليس صانع ألعاب صريح، بل هو مهاجم ثاني، يلعب رقم 10 وكأنه يلعب 9.5 وليس يلعب صانع ألعاب. يا جماعة الخير، في ريال مدريد لا يوجد صانع ألعاب منذ خروج توني كروس. لا تقل لدينا فالفردي ولدينا تشوماني ولدينا كافاني، كل له دور، إلا أنه كله دور، لكن في كل لاعب الذين قلتهم لا يوجد لاعب يستطيع ويجيد صناعة اللعب أو التحكم باللاعب أو التحكم برتم اللعب وتغيير اللعب من كرات طويلة إلى كرات قصيرة، ما عدا توني كروس الذي خرج الرياح كليا. على ريال مدريد إيجاد صانع ألعاب جيد للفريق، وليس هدافا وليس لاعب على الجناح، مع مدافعين أكيد. خط الوسط جيد إلى حد الآن، ينقصه فقط صانع ألعاب. رقم 8 يفعل ما يريد، يرجع إلى الخلف مع الرقم 6 ليأخذ الكرة ويعطيها للزملاء، أو يذهب ويسجل تحت رقم 10، يكون هداف ثالثا، أو يكون صانع ألعاب، أو يكون لاعب ارتكاز، كل شيء. هذا هو توني كروس الذي كان يلعب مع ريال مدريد. ريال مدريد حقيقة قدم أسوأ مبارياته، أما في الذهاب أما في الإياب. أما أرسنال فقدم من أحسن مبارياته. وفي هذه البطولة حقيقة أرسنال إن لاحظتم، إما في دوري المجموعات أو في دوري الإقصائيات، فإنه يتطور شيئا فشيء. وهذه لعقلية الفريق والمدرب، التي تعود أن الفريق يلعب على دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم حصوله عليه أو لا حصوله عليه.
فالفريق حقيقة منذ مدة لم يصل إلى الدور النصف النهائي، لا أتذكر منذ متى، لكن منذ مدة لم يصل إلى النصف النهائي، أو ربما حقق ربما وقع، أو ربما من 2006 من نهائي آخر نهائي. الآن يصل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويلاقي باريس سان جيرمان، ولم لا يستطيع أن يفوز على باريس سان جيرمان ويوصل إلى النهائي، ثم نرى من هو الخصم في النهائي. وفي النهائي كل حاد حديث. الآن لدينا نصف نهائي أمام باريس سان جيرمان، مباراتين ذهاب وإياب. يجب أن يكون تركيز اللاعبين جيدا مثل ما فعلوا أمام ريال مدريد، ويكون اللاعبون في الروح المعنوية جيدة، وحسهم للفوز قوي، ولفوزهم بهذه البطولة أقوى بكثير من أي فريق لكي يستطيعوا أن يفوزوا بدوري أبطال أوروبا. مبروك لجماهير أرسنال ولفريق الرائع الذي قدم مباراة رائعة، وهارد لفريق وجماهير ريال مدريد. أما بالنسبة لمباراة بايرن ميونخ وأنتر ميلان، فالمباراة انتهت بهدفين مقابل هدف. فالمباراة لعبت في جيسيبي ميازا في ملعب انتر ميلانو، ونتذكر أن فريق انتر ميلان كان فائزا في الذهاب على بايرن ميونخ في بايرن ميونخ في المانشافت في الياز أرينا بهدفين مقابل هدف، وبالتالي فإن انتر ميلان يصل إلى نصف النهائي ويواجه نادي برشلونة في النصف النهائي. مباراتين رائعتين في النصف النهائي، وكلنا سوف نشاهد تلك المباراة. وشكرا لكم.